اوعى تاخد العلاج ده. انت عارف ادويه الكوليسترول بتعمل ايه؟ بترفع انزيمات الكبد وبتتعب العضلات. اوعى تاخد الادويه دي. هبدا طبعا. ادويه الكوليسترول ما بترفعش انزيمات الكبد وما بتعملش وجع في العضلات الا في العيانين اللي قروا عنها كده. اغلب العيانين اللي بياخدوا ادويه كوليسترول من غير ما يبقوا عارفين القصه دي ما بيشتكوش من الاعراض دي. نسبه صغيره قوي بمنتهى الامانه هي اللي بتشتكي من الحاجات ديت، وساعتها بنغير دواء الكوليسترول بحاجه تانية، وساعتها لازم نعمل حاجه اسمها انزيمات عضلات وانزيمات للكبد وخلافه. جاهز يا كبد؟ أنا هنا علشان أنقيك من الدهون. التمن بسيط عشان القلب ينبسط. الادويه المخفضه للكوليسترول مهمه جدا في مرضى الضغط والسكر وبالذات اللي بيدخنوا، عشان نحافظ على الاوعيه الدمويه والشرايين بتاعتنا من تصلب الشرايين اللي بيبدا بدري جدا جدا عن الناس ما متخيل. الناس متخيله ان تصلب الشرايين مرض الناس الكبار، خالص ده مرض الناس الصغيرين، بيبدا اعراضه في الناس الكبار. فلو سمحت ادويه الدهون ما بتعملش مشاكل في اغلب الناس، لا في العضلات ولا في انزيمات الكبد.